8 سنين بالتمام والكمال قضيتهم في استراليا. فدلوقتي بقيت 8 سنين في دول الخليج، السعودية والكويت والعراق، و8 سنين قضيتهم في استراليا. والفيديو ده انا عامله مخصوص عشان اصلح فيه غلط انا وقعت فيه، وانا اسف وبعتذر لك من البداية ان انا وقعت في الغلط ده. والغلط دوت ان انا جيت في فيديو من الفيديوهات وقلت ليه الهجرة لاستراليا ابرك من انك تروح تشتغل في الخليج وكلام من ده. بص، مش عيب ان الواحد يصلح من مفاهيمه او من معلوماته مع خبرته اما بتكبر وبتنضج. الميزه ان شاء الله ان الواحد يعترف لو في خطا انا اخطاته، او في معلومه انا ممكن اكون ما وضحتهاش بالصوره المظبوطه. فخلينا، انا جاي لك الفيديو النهارده مش عشان اقول لك ايه اللي احسن مقارنه 8 سنين في الخليج ولا 8 سنين في استراليا. اللي انا اقدر اديهولك من خبرتي النهارده هو ال8 سنين في استراليا ايه المميزات والعيوب، وال8 سنين في الخليج ايه المميزات والعيوب. لان كل انسان بيبقى له اساسياته في الحياه مختلفه من كل واحد للتاني. فممكن المناسب ليا ما يكونش مناسب ليك. وانت ممكن النهارده شايف ان استراليا جميله زي حالاتي مثلا، اول ما جيت استراليا جميله وعظيمه، وبعد كده شويه بتبدا تشوف العيوب وبتبدا تحس بالمشاكل اكتر في استراليا. فانا شايف ان انسب حاجه اعملها لك ان انا انقل لك الخبره هنا والخبره هنا، وانت تقرر ايه الانسب بالنسبه لك. يعني انا مش شايف ان ده عيب، بل بالعكس انا شايف ان ده احسن حاجه انا ممكن اقدمها لك. طيب، طبعا اهم حاجه في استراليا يا جماعه مقارنه بالخليج، من الصعب تسيبها بسبب جمال الطبيعه اللي فيها. مستحيل تلاقيها في اي مكان تاني في العالم كله. ممكن في بعض الدول مشابهه ليها بس مش كتير هيكونوا بالجمال ده. نبدا نتكلم. 8 سنين في استراليا ل 8 سنين في الخليج، ايه اللي انا اتعلمته فيهم؟ بص يا سيدي، انا مش عارف ابتدي منين، بس انا همشي بالكلام زي ما يطلع وخلاص. اللي انا اقدر اقوله لك ايه؟ ان استراليا واللي هتقدمه لك، وانا قلته قبل كده 100 مره، مش هتقدمه لك دول الخليج، هو حته التوطين، او ان انت تبقى مواطن. وزي ما قلت لك، انا لما اشتغلت في 8 سنين بتوعي الاولانيين في الخليج، وكان السبب ان انا افكر في الهجره، كان اهم سبب بالنسبه لي هو عدم احساسي بالامان، من ناحيه ان انت بتشتغل النهارده قاعد على فيزا عمل، وبكره في اي لحظه مثلا الشغل بينتهي، لا قدر الله اي مشكله بتحصل في الدوله دي، فانت مالكش اي حاجه تحمي حقوقك. او خلينا بالاحرى ان احنا نقول لو عندك عيله وعندك بيت وعندك زوجة وانت قاعد وفي الخليج، انت ممكن بين يوم وليلة حياتك دي كلها تتشقلب، وتلاقي نفسك فجأة بتسفر أهلك ترجعهم مصر مثلا، وممكن تلاقي نفسك انت فجأة سافرت. ومن ضمن الخبرات اللي انا اتعلمتها وشفتها في امثله في ابهات لزمايلي، وشفتها في ناس زمايلي انا شخصيا، انه بيجي يشتغل مثلا، بيتعود انه يشتغل لمده 10 سنين مثلا في السعوديه، وبيجي في يوم وليله اقفل يا عم اتسودت شغلانتك ارجع على بلدك، وبيرجع بلده وبيبدا انه يعاني معاناه كبيره جدا، لانه فجاه بينتقل من مستوى معيشه معين ليروح لمستوى معيشه تاني خالص. انا اسف، للاسف انه في مصر بيكون مستوى المعيشه اقل، وبيبدا ان هو اسلوب حياه بقاله 10 سنين شغال في المكان ده، وفجاه رجع مصر وبقى اسلوب الحياه بالنسبه له بقى مختلف تماما، وبيبقى الموضوع عليه بيبقى اصعب. وشفت للاسف والله يرحمهم، يعني شفت ناس ابهات انا اعرفهم ماتوا بحسرتهم، ما قدروش يكملوا يعني للاسف، لان ما قدروش ان هم يرجعوا لسوق العمل تاني في مصر، والحياه كانت صعبه عليهم، وبيبدا يجي لهم اكتئاب، ويبدا الاكتئاب ينحر فيهم، رغم ان هم كانوا متدينين ويعرفوا ربنا قبل ما حد يسيب لي في التعليقات. بس ايه اللي انا عايز اوصله لك، ان ده احساس عدم الاستقرار دوت، وان انت حياتك كلها مرتبطه بشركه او بفيزا عمل انها في اي لحظه ممكن تنتهي. وشفت ناس بيقعدوا بال20 و30 سنه، اول ما بيجي سن التقاعد بيقول له ارجع بلدك، فبيرجع بلده كانه بيعيش غريب في بلده. فدي انا كانت بالنسبه لي اكبر حاجه انا خفت منها. ودايما يعني هل هو ده الامان؟ هل ده المستقبل؟ انت في بلد ما تقدرش حتى انك تشتري فيها بيت، ما تقدرش انك يعني ما علينا ما عدا الامارات، يعني بالنسبه للكويت بالنسبه للسعوديه مالكش ان انت تشتري، ومش بعيب في الدول دي، هي دي قانونهم وده المتاح بالنسبه لهم. فانت بتقارن بالنسبه لك ايه الاحسن. فانا ماليش دعوه بقانون، انا مش معترض فعلا، عشان ما يجيش حد يقول لك مش عاجبك مش عاجبك، ان انا بشوف التعليقات دي كتير. بس مش دي الفكره، الفكره ان انت ده المتاح انك مالكش ان انت تقدر انك تشتري بيت، مالكش انك تقدر تشتري شقه، مالكش انك تقدر انك تخش في بيزنس بدون ما يكون ليك شريك من البلد ديت. وشفت امثله كتير بيبقى فيه ولاد الحلال قوي منهم وتعمل بيزنس وبتنجح ومتاح، وفي منهم برضو اللي هو بيعمل معاك بيزنس للاسف شفت حالات ان هو
مالكش حقوق، وممكن ياكل عليك حقوقك في اي لحظه ويضيع عليك البيزنس ومجهودك اللي انت عملته لسنين. فده باختصار شديد كانت البدايه، ان انا قلت لا، طب انا بالنسبه لي انا عايز اروح دوله يكون ليا فيها حقوق كامله كمواطن في يوم من الايام. فبتيجي من هنا فكره التهجير، او اللي هو ان انت تهاجر وانك توطين، انك تتوطن في دوله جديده خالص، انها تتعامل كانك مواطن. فدي تيجي هنا بالنسبه لنا استراليا بتفتح الابواب، زيها زي نيوزيلندا وزيها زي امريكا وزيها زي كندا. فمجرد ان الدول دي تفتح لك الباب دوت، فده باب مقفول عليك من كل الدول اللي حواليك، وبيكون موجود هنا ايه الباب ده بالنسبه لك هو باب بيعطيك الامان من الناحيه دي، اللي هو ان انت لو لا قدر الله جيت في يوم مرضت. ودي برضه خلي بالك نقطه مهمه قوي، لو انت في دول الخليج لو انت مرضت مرض مثلا لا قدر الله شديد، والعياذ بالله مرض يعني مميت، فبتضطر ساعتها ان انت الشركه لو انت محتاج اللي يراعيك هتبيعك، يعني مش هتبيعك يعني مش هو بالنسبه له عقد العمل هينتهي لانك غير مناسب جسمانيا انك تمارس مهامك، مثلا لو مهنتك مهندس مثلا او فبتضطر انك ترجع بلدك انك تشوف علاجك. طب علاجك مين اللي هيساعدك في مصر؟ مثلا اللي بيبدا يساعدك هو راس مالك اللي انت حوشته، ولو ما معكش فلوس فانت بين ايدين اللي هو المستشفيات الحكوميه، وهي امكانياتها على قدها، وبتكون من هنا نهايه بقى نهايه كاريرك كامل، وبتحس ساعتها ان انت حياتك كلها خلاص اتغيرت. واعرف ناس شخصيا حصل لهم الموقف دوت وجالهم سرطانات وباعوا كل اللي حوشوه عشان يقدروا يتعالجوا منه، والحمد لله انهم اتعالجوا يعني. فده بس برضه مثال مهم جدا بالنسبه برضه للخليج. بالنسبه لنا في الحته دي برضه بيكون في خوف شويه. تيجي بقى هنا مثلا انت في استراليا، لما بتيجي هنا انا 8 سنين دخلت البلد، من اول يوم بشتغل بغير شغلي على طول، لو الشركه دي مش عجباني مفيش مشكله خالص بشوف لي شغل تاني. انت بتتعامل كاقامه دايمه انك مواطن استرالي على طول. طيب بعد 5 سنين بالتمام والكمال، هو بعد 4 سنين بالتمام والكمال، انا كنت قادر ان انا اقدم على المواطنه. وهي المواطنه من الاقامه الدايمه فرقها بس انك يبقى لك حق التصويت، فمش فرق كبير يعني. بس خلينا نقول ان بعد 4 سنين فقط قدرت ان انا اقدم على حق اللي هو المواطنه. وبعد سنه من التقديم، يعني 5 سنين من دخول استراليا، كان معايا الجواز السفر الاسترالي. هتسالني طيب هل بعد 8 سنين انا حاسس بفرق بالنسبه لموضوع جواز السفر الاسترالي؟ بالنسبه لموضوع السفر، عشان اكون صريح معاك، لو انت راجل شغال في الخليج ومعاك جواز مصري، انا سافرت كل دول العالم بالجواز المصري قبل ما اطلع الجواز الاسترالي. بس كل اللي بيفرق معاك انك لو انت عندك شغلانه كويسه وعندك راتب محترم وعندك رصيد كبير في البنك وعندك شغل مستمر، فما فيش مشكله بالنسبه لك انك تطلع اقامات. طلعت لامريكا، لانجلترا، طلعت للشنجن، طلعت كل الفيز دي، ما فيهاش مشكله يعني. انت لو انت عندك كارير محترم وفلوس فما عندكش قلق من الناحيه دي وبتقدر تسافر. بس طبعا اجراءات السفر مقرفه جدا بالنسبه للجواز المصري، فانا النهارده بالجواز الاسترالي ارتحت من الموضوع دوت تماما، وانتهى بالنسبه لي الموضوع عائق ان انت مصري، او سوري انا اسف الكلمه، جوازك مصري. لان الجواز المصري فعلا يعني متعب ومقرف، بس مش نهايه العالم. لو انت عايز تسافر هتسافر. طب انت النهارده بالنسبه لي لو ما جيت مثلا، انا افتكر من فتره على القناه القديمه عملت فيديو وقلت فيه ان انا بفكر ان انا اسيب وارجع الخليج. هل كان بالنسبه لي موضوع رجوع الخليج كان سهل؟ ما كانش سهل، عشان اكون صريح معاك. وهنا برضه بتيجي المميزات بالنسبه لموضوع الخليج، ان انت مش سهل بالنسبه لي النهارده ان انا ارجع كمواطن استرالي مهندس في الخليج. ليه؟ سهل انك تروح للخليج براتب كمهندس مصري، بس صعب جدا ان انت تلاقي فرصه كويسه في الخليج يقدر ينافس الراتب الاسترالي اللي انا باخده النهارده. فده اللي انا لقيته، انا بحكي لك اللي انا لقيته. يعني ممكن في ناس انا اعرفهم قدروا ان هم من استراليا يطلعوا على السعوديه تاني وياخدوا رواتب عاليه جدا على انهم مواطنين استراليين. ففي امثله زي دي، بس اللي انا بالنسبه لي انا ممكن انا خبرتي مش كافيه او مش بالقوه اللي ممكن تجذب بيها الشركات هناك دلوقتي في الخليج. فدي حاله شخصيه فرديه يعني بتتحسب من انسان للتاني حسب خبراته، فما ينفعش نعمم فيها برضه. بس اللي انا عايز اقوله لك برضه ان انت فرصتك انك تروح الخليج النهارده عشان تقارن انك تضرب بيه اللي هو الراتب اللي انت بتاخده من استراليا بتكون اصعب، لانك متطلع لرواتب عاليه. يعني انت النهارده عشان تبدا الراتب بالنسبه لك في الخليج ينافس الراتب في استراليا، فانت لو في السعودي مش هنتكلم من اقل 40 ل 50 الف ريال في الشهر علشان تقدر تسوى انك تسيب استراليا. ليه؟ لان ده بياخدنا لحاجه مهمه تانية برضه هنقارن فيها بالنسبه لمعيشتي هنا في استراليا ومعيشتي في الخليج. ان استراليا، مع احترامي الشديد جدا لكل الدول اللي في الخليج ومصر كمان، استراليا دوله جميله جدا
ودوله نظيفه وراقيه، الانفراستراكشر او البنيه التحتيه جميله جدا، الاماكن الطبيعيه زي ما انت شايف في اي مكان بتطلع بره البلد اماكن خضراء وجميله وطبيعه خلابه في كل اللي انت نفسك فيه. طبعا لو رحت الولايه المظبوطه، وزي ما شرحت في ولايات كتير كل ولايه مختلفه عن التانيه برضه، بس ايه اغلب الولايات جميله جدا. فانت مستوى المعيشه مش اقتصاديا فقط، كنظام وكجمال، كتعليم مجانا، ان النهارده انا التعليم المدارس هنا في استراليا مجانا، المستوى الخدمات الصحيه، وهجي لك اتكلم فيه في التفصيل كمان شويه، خليك معايا برضو عشان دي نقطه مهمه، ببلاش هنا برضو، فانت بلدك بتاخد بالها منك تماما، لو اصابك حاجه خطيره هياخدوا بالهم منك على طول وهيبقى ليك اولويه. فالنقط دي كلها برضو ايه نقط مهمه، ان انا عشان النهارده اسيب استراليا وارجع الخليج، فانت برضو بتقارن، انا اسف، استراليا كبلد اجمل من الخليج. نيجي بقى انا مش هفضل الفيديو كله اتكلم بالنسبه لاستراليا طبعا، تعالى بقى اقول لك الحقيقه اللي انا بفتقدها جدا في عشتي في دول الخليج. واهم نقطه، وعايز اقول لك انها نقطه ممكن تكون بكل الكلام اللي انا بتكلم بيه ده كله، اللي هو ان انت بعدك عن اهلك وقربك من اهلك، دي اهم نقطه، اهم نقطه بجد. ان انت استراليا مع كل المميزات اللي فيها انت بتنفي نفسك وبتبعد جدا عن اهلك، اهلك بيكبروا بعيد عنك، اصحابك بيبعدوا عنك، انت بتفتقد الناس دي. هيرجع واحد مثلا يسيب لي في التعليق ما يقول لك ما انت بتقابل مصريين عندك وبتعمل مصريين عندك، انا معاك، يعني انت بتقابل مصريين هنا لو عايز موجودين، بس فكره ان انت ان انت يعني اصحابك برضو اللي انت تربيت معاهم في الجامعه وفي المدرسه وفي الكلام ده، برضو دول اصحابك اخواتك واهلك، ابوك وامك بيكبروا كل سنه، انت صعب عليك ان انت كل سنه ترجع شويه، ليه؟ المسافه بتطول، تذاكر الطيران بتغلى، كل العوامل دي مهمه قوي، يعني كل العوامل دي فعلا مهمه جدا بالنسبه لك، لان انت يعني اهم شيء افتكر بالنسبه لنا هو الاهل، وبتبدا ممكن ما تحسش بيه اول سنه او تاني سنه او ثالث سنه، وممكن بعد 4 سنين كمان وتتلهي في الدنيا، بس بتيجي فجاه زي حالتي بعد 8 سنين. بقول لك انا النهارده ان الموضوع ده بيأثر فيا جامد جدا وبزعل، لا يعني بتبقى نفسك لو ان انت تقدر، والحمد لله الواحد بيحاول انه يعمل مجهود اكبر انه ينزل ويشوف اهله على قد ما يقدر. بيكون الاصعب اكبر برضو ان انت تبعت لاهلك تجيبهم هنا، لان مشوار الطيران اللي احنا بنتكلم فيه 22 ساعه او 20 ساعه وانت طالع بيبقى صعب قوي لو اهلك كبار في السن انك تجيبهم. متاح برضو ان انت تعمل لهم فيز وتجيبهم كزيارات، بس بيبقى الموضوع برضو مرهق جدا ان انت تجيبهم. ده انت في الخليج بتاخد طياره ساعتين 3 ساعات، لو في فرح، لو في لا قدر الله عزاء او ميتم، ربنا يكفينا ويكفيكم الشر، بتقدر انك تنزل على طول في خلال ساعتين. انما في استراليا عشان تنزل في خلال 20 30 ساعه بيكون الموضوع شويه مرهق وبيكون فيه صعوبه، ودي نقطه يا جماعه مهمه قوي احنا لازم نتكلم فيها. برضو من النقط المهمه قوي، او خلينا نتكلم انها بتختلف من شخص للتاني، هو موضوع تحويش الفلوس. بص، بيختلف فعلا من شخص التاني. مهنتك ايه؟ انت خبرتك في المهنه دي، هل انت مثلا مهندس خبرتك محليه، ولا مهندس خبرتك في شركات مالتي ناشونال؟ بتختلف اختلاف كبير جدا، وبتكون التجربه مختلفه تماما بين الاثنين. فخليني اديك امثله بسيطه كده عشان تبقى فاهم برضه الفكره عامله ازاي. انت النهارده في الخليج لو انت مهندس مثلا، لو انت اعزب، مبدئيا لو انت اعزب بيكون موضوع اللي هو التحويش بيكون سواء في السعوديه او في الخليج بيكون هو مساوي. لو انت مثلا في السعوديه مهندس شغال في شركه لوكال او شركه محليه، مقارنه بانك تشتغل في استراليا مهندس، هيكون مهندس في استراليا احسن لك. لو انت مثلا النهارده بتشتغل مع شركه مالتي ناشونال او شركه عالميه في الخليج، بيكون راتبك، ممكن اقول ان راتبك ممكن يكون في الخليج احسن ما يكون راتبك في استراليا. فالموضوع فيه اختلافات حسب من حاله للتانيه. لو انت مثلا النهارده عامل في الخليج وعامل في استراليا، مفيش مقارنه بين السماء والارض. يعني هنا العامل في استراليا راتبه زي المهندس، وراتبه عالي جدا ما شاء الله، وممكن يكون اعلى من المهندس كمان، فما فيش مقارنه. العمال هنا واخدين حقوقهم تالت ومتلت، ما ينفعش اقارنهم بالعمال والغلب والاسعار والرواتب اللي انا شفتها في الخليج. لا طبعا فرق كبير قوي، استراليا تكسب بكتير جدا. ففي في مقارنه بتختلف هنا، فبتيجي هنا من حاله لحاله. انا هتكلم عليا انا بالنسبه لي، انا الحمد لله والفضل لله، انا الخليج كان ليه فضل كبير عليا ونعمه عليا ان انا حوشت منه فلوس كتير جدا لما كنت اعزب وجيت هنا لاستراليا. بيكون في سنين لو انا اعزب كنت عامل فلوس كويسه جدا، مجرد ان انا اهلي موجودين معايا الموضوع بدأ بقى ايه، هنا الموضوع بيختلف. هنا انت في استراليا لو قررت ان انت تشتري بيت وقررت ان انت معاك اهلك،
وانت اللي بتصرف عليهم وامهاتك مش بتشتغل، بتبدا مصاريفك بتكون عاليه جدا جدا جدا، وبتبدا فكره الخليج بتكون احسن. يعني انا بالنسبه لي النهارده معايا زوجه معايا طفل، لو انزل الخليج وهي تشتغل وانا اشتغل، بيبقى الظروف هتكون هناك احسن بكتير. ده بالنسبه لموضوع التحويش. طب بالنسبه لموضوع اللي هو الايه الخدمات الطبيه، انا شايف ان الخدمات الطبيه هنا في استراليا هي ببلاش، بس هل هي مثلا بنفس الجوده اللي انت ممكن تاخدها من مصر او تاخدها من الخليج؟ خليني اقول لك على حاجه. الفكره في ان انت في مصر وفي الخليج انت بسهوله جدا زي ما انا قلت قبل كده بتشوف دكاتره متخصصين بسهوله اكتر ما بتشوفهم هنا في استراليا. هنا في استراليا علشان تشوف دكتور متخصص بتاخد دور، والموضوع بيطول شويه. فانا شايف ان هو مش، فان انت عشان تشوف على طول اللي هو الممارس العام ما بيكونش بنفس الجوده. فده رايي يعني ايه، انا شايف ان مفيش اختلاف كبير قوي بينهم بالنسبه للمجالات الايه الطبيه. طبعا بالنسبه للموضوع بقى عاداتك وتقاليدك بعيدا عن الدين، لان انا الدين ده انا شايف ان انت تقدر تمارسه بحريتك هنا اكتر ما هتقدر تمارسه بحريتك في بعض الدول العربيه. يعني مع احترامي الشديد جدا، دينك ليه في مطلق الحريه، بس بالنسبه لعاداتك وتقاليدك وناسك خروجاتك اصحابك، الخليج يكسب 100 مره 100 مره. استراليا بالنسبه لموضوع الصحوبيه والاصدقاء موضوع صعب جدا. وعايز اقول لك ان انا اعرف مصريين جم هنا ومشوا وسافروا بدون حتى ما ياخدوا الجنسيه او يكملوا، ما قدروش ان هم يتاقلموا على الوضع هنا، لان كان بالنسبه للحياه الاجتماعيه هنا اسوأ بكتير جدا من الحياه الاجتماعيه اللي انت هتشوفها في الخليج. ودي نقطه انا بديك رايي فيها بمنتهى الامانه. انت حياتك الاجتماعيه في الخليج احسن بكتير من هنا. هنا كل حاجه بتقفل من الساعه 7، وانا قلت الكلام ده 100 مره قبل كده. هناك في الخليج انت يكفي بس ان انت تنزل تقعد على القهوه انت وزمايلك واصدقائك وتشوف، مفيش الكلام ده. الكلام ده مش موجود هنا. فموضوع الحياه الاجتماعيه الخليج يكسب بدون نقاش، الخليج ومصر وكل الدول دي تكسب بدون نقاش. انت احسن الف مره هتستمتع بحياتك في الحته دي اكتر بكتير. تستمتع بالطبيعه والخلابه وبالمغامرات وبالخروجات وبالحاجات اللي هي الصباحيه ديت، وبقى انك تطلع تعمل هايك، تطلع مش عارف تشوف ايه زي ما انا وريتكم في الفيديوهات على طول. افتكر استراليا مفيش حاجه في العالم كلها، يعني دول قليله قوي في العالم اللي تقدر تكسبها في الحته دي. طيب دلوقتي الخلاصه بعد 8 سنين في استراليا و8 سنين في الخليج، تقدر تقول اقول لك بقى انا بالنسبه لي هل هنا احسن ولا هنا احسن؟ انا نفسي مش عارف اجاوب لك على السؤال ده. انا مشيت في الدنيا دي كل حاجه بايد ربنا، وربنا اللي بيكتب لك انت تروح فين. بس انا اللي انا اقدر اديه لك ان انا اديت لك المعلومات دي، وانت بالنسبه لك قرر ايه اللي ممكن يكون بالنسبه لك احسن. لان انت ممكن تيجي استراليا وتبقى في نفس الزنقه بتاعتي دي، مش عارف ترجع بلدك وما انتش قادر برضه ان انت تستغنى عن اهلك. فانا اديتك المعلومات على قد ما اقدر، وانت تقرر بالنسبه لك ايه المناسب بالنسبه ليك، لطباعك، لامكانياتك، لشهادتك، لخبراتك، لاسرتك، ايه الاحسن. ده كله بيكون في ايدك انت. شكرا، ونشوفكم على فيديو جديد. السلام عليكم.